السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أتمنى لكم الصحة والسلامة والعفو والعافية من كل بلية. هذه وحدة كتحكي قصتها. كانت هي الوحيدة في الأخوات، هي البنت الوحيدة في وسط خوتها. عندها خواتها 4 الخوت، وهي الوحيدة. كانت هي المقربة عندهم، حارسين عليها. ما يبغوهاش تخرج للزنقة، ما يبغوهاش تجمع مع شي حد، ما يبغوهاش من المدرسة للدار يديوها للمدرسة ويجيبوها من المدرسة. الوالد ديالها لاباس عليه، عنده شركة، مقاول. المهم خدامة معاه ملي كبرت قرات. عندها ديك الساعة مع 18 سنة، ولات خدامة معاه مع باها، وهي المقربة عند عائلتها. ما هي البنت الوحيدة. كانوا حارسين عليها حرص شديد، يديوها المدرسة وردوها المدرسة. المهم كبرات، لحقت واحد المستوى دراسي. قال لها باها غادي تقعدي من المدرسة، ما غاديش تبقاي تمشي ليها، غادي تخدمي معايا، البوست ديالك عندي. ولات خدامة مع باها، مسيرة كلشي تحت من يدها. ما خوتها كل مشى لمجال اخر، كل قرا ومشى شي كيكمل في قرايته، كل واحد اش كيدير. المهم هي كانت قريبه من باها بزاف، كان مطالعه على كل شيء، كتعرف كل شيء على باها، في الاداره، الحسابات، كل شيء داخل على يدها، كل شيء خارج على يدها. المهم هي الكل في الكل كما كيقولوا الناس، هي الكل في الكل. طالت المده، لحقت لواحد السن، لحقت 22 عام. مات كيفاش تلاقى معها واحد السيد، قال لها قاولها بالزواج. جات قالتها لوالديها، قالت لهم راه واحد الشاب غادي يتقدم ليا، غادي يخطبني. قالوا لا خصنا نشوفوه. جابته قدماته ليهم، شافوه. حكى ليهم المشكل ديالو، الخدمه ما خدامش. قالوا لي حنا غادي نخدمك على الخدمه، خصنا نبغينا غير الاخلاق ديالك هي اللي طالبين منك، تكون انسان متدين وتكون خلوق، والخدمه هي معانا. داروا الشيفور، كاين السوق بهم فين ما بغا يمشيو يمشيو، يتقدى ليهم وصافي. الشيفور ديال الدار، اي سياره عطاوها ليك يسوقها. دازت واحد المده، مع عامين خدم معاهم، هو غير مقاولها بالزواج وصافي. والدها ملي شافوه في هداك سميتو، ما بحال ما عجبهمش فيه اللوط شويه. كيتعاطى لهادشي ديال التدخين، كيكمل الحشيش وداكشي. قالوا لا لا، ما تاخديش. بغى يخدم، هو جا هو خدم، ولكن الزواج لا. قالت لي راه والديا منعوني، من والديا ما قبلوكش من جهه المخدرات، كتكمل داكشي الحشيش، كتكمل كيف وداك الشيء. ما هما ناس عائله محافظه، محافظين على الدين وعلى كل شيء. ما بغاوكش. هو بقى خدام وحاضر راسو، كل مره كيرمي لها كلمه، كل مرمي لها كلمه. راه ما بغاوكش تزوجي، راه ولفوا فيك الخدمه، خاصك السن سار كيمشي معاك. مثلا انت دابا وليتي مع 22 عام ولا 23 عام، خاصك تزوجي، خاصك ديري ولادك، خاصك هادي. كان لها دماغ. قالت ليش غادي ندير؟ قال اش غادي ديري انتي؟ كلشي تحت من يدك، تحت من يدك الحسابات، المال داك الفلوس كيدخلوا ديال الشركه تحت من يدك. رفدي مبلغ يكون لاباس انا بيه، ونمشيو نهربوا من المدينه ونتزوج انا وياك. وملي نخدمو ونديرو نستقروا، ملي نخدمو نحطوهم امام امر الواقع، نحطوهم بوجههم. ديك الساعه ما تيصيبو ملي نولدو وليد ولا بنيه، ما غادي نجيو لعندهم، ما غاديش يجريو علينا، والوقت راه كيدوز بسرعه، وهادي وهادي.
مشات هي فعلا، بقى كل مره ياكلها في دماغها، كل مره يقول لها واش درتي، اش رفدتي، اش حطيتي. ناضت هي خونات، رفدت لباها 24 مليون من الشركه. دازت الكوفر ديال الفلوس، حلاتو عندها السوارد، حلاتو جامعة شنطتها، جامعة حوايجها، جامعة وراقها، كل شي جمعاتو دايرة بحساب. رفدت الفلوس، باتت ما صبحت، بايتة ناعسة في دارهم. الغد لي بغا يفيقوا يمشوا للخدمة ما لقاوهاش، ناضوا يجريو ويقلبوا ذكرى، هما هاجروا ديك المدينة، تحولوا لمدينة أخرى وقعدوا فيها. تزوج بها، ما دوزتش معاه 6 أشهر، شرا بهم هذوك سميتو، شرا بهم دويرة اقتصادية، ديك 24 مليون دفع منها تسويق. الدار دارها في سميتو، فرشوا ديك الدويرة سكنوا فيها. قلت دوزت 6 أشهر، جرى عليها، بدا يتناقشوا الدار ما الدار. طالعت بيه، عرفاتو بلا الوراق ديال الدويرة اللي شراو الاقتصادية، سبق فيها 10 المليون، و14 مليون بقى منها فرش منها، ومن داك تقداو من داكشي اللي بغا يتقداو. زقا راسو، قال لها بنت الناس ما تصالحيش ليا، انا واحد السيد ما عنديش، فقير على قد الحال، رجعي لداركم لعند باك. قالت لي علاه هكا، علاش اتفقنا؟ قال هادشي علاش اتفقنا، انتي ما غاديش تليق بك هاد المعيشه البسيطه اللي غادي نعيش، وغادي نولدوا الولاد وغادي نوحلوا فيهم، وانا راح الانسان بسيط درت في نسكن، الله يجعل شي بركه. قالت لي على الدار ما ديالتي، شو ديالتك؟ قال لا ما ديالتكش، ديالتي انا. هادو البنات هما اللي كيديروا الثقه في ولاد الناس، ما كيعرفوا ساسهم من راسهم، ما يعرفوا اخلاقهم، ما يعرفوا بوهم ولا جدهم. كي جاك الراجل ما عندوش مو، ما عندوش بوه، ما عنده اختو، ما عنده خوه، وديري يدك في يدو، وديري مع العقد، وديري مع القانون، وتخوني والديك وتمشي معاه، غلط كبير. دابا هي كتعترف بذنبها، هاد الشيء اللي درت هو هذا. والديها ملي ساقوا لها الخبر، رجعت هي عند والديها، حكات لهم المشكل، ما بغاش يدخلوها من الباب. قالت لي انا بغيتكم تديوني للحبس، ولكن انا وياه، انا ارتكبت الذنب، خونت با، خونت لي فلوسو، وفي هذيك الازمه اللي خونت با وهربت من الدار، وقعت لي ازمه مرض فيها، جاه شلال نصفي. والديها متلاش بغا يدخلوها، هي دركا طالب بخوتها وباها باقي حي، ولكن راه مريض. قالت لهم انا بغيتكم توقفوا معايا تيدخل هو للحبس، ولا جاب الله ندخل معاه، ندخل معاه، هو اللي حرضني باش خونت با وارتكبت هذيك الجريمه، وبا مرض من وراها، وخوتي درت لهم راسهم في الطين. انا البنت الوحيده، وهاني كيفاش ها اللي خرج مني وها اللي خرج مني. ولكن خوتها ما قبلوش، لا قال خرجتي معاه سيري خلاك لجلاك، ملي سمحتي فينا وفي التربيه اللي ربينا، كنا ندوك للمدرسه وردوك منها وخايفين عليك، كبحال نحادو فيك بحال البيضه اللي تهرسي، وفي الاخر يخرج منك كاع هادشي، صافي ما بيننا وبينك، منك ليه. دابا هي ولات ضايعه، لا خدمه خدمت، لا هذاك المستقبل كله ضاع، لا وليدات ولدتهم، ولات هي مشكله كتار من والديها. هي دابا كتطلب وكترغب في والديها باش يسمحوا لها، ولكن مازال ما سمحوش لها، ونتمنى من الله يحن قلبهم ويسمحوا لها، حيت الافات كيكون. ولكن البنات خاصهم ياخذوا درس، ماشي اي واحد تقدم ليا راه راجل، راه كاين الراجل وكاين الرواجل، وكاين الخايب وكاين الزين، وكاين ولاد الناس وكاين المليح وكاين القبيح. ماشي الانسان البنت عاد حك ليها واحد ويديها، الانسان يصبر على رزقه ويصبر، راه لا بدا لي في الرزق كتجي. ماشي جا خدم عند باك ويضحك عليك ويقول لك خوني الفلوس، هذاك اللي قال لك خوني الفلوس من الاول
انت ديك راريبي عند والديك قولي هذا راه قال وها قال وها قال، باش يوقفوا عند حده. هذاك ما راجلش اللي كيبغي لك الدل لوالديك يطيح بكرامتهم باش تهربي انت معاه، باش ديري معاه اسره، باش ضامنه ديري معاه اسره. هو ما خلاك درتي لا اسره ولا مستقبل ولا خدمه، كلشي خرجتي عليه، كلشي تضرب لك في الزيرو. وديك الدويره اللي شرا ديال الاقتصاد هو صبح كاتبها في سميتو وجرى عليك انت للزنقه. ولكن الانسان الثقه راه ما كايناش، الثقه راه بدات غاديه وكتفقد وغاديه وكتقل. ولاد الناس كاينين ماشي ما كاينينش، ما نعممش، ولكن خصك تقلبي عليهم اللي خايدك بشمعه باش تلقيهم. وكل من بغى يدخل من الشرجم ما دقش الباب ودخل بسلام، هذاك لا تفرحيش ليه ولا تثقي فيش. نتمنى هاد القصه تعجبكم البنات والوليدات وتديروا بها. راه قصه للعبره ماشي للفرجه. راه القصاص والعبار راها مزيانه الانسان. قالت لي داس على الراس كتعلموا الحداقه، واللي داس على الانسان راه خصو يتعلم منها، يستافد منها. بزاف ديال الناس اللي استافدوا من قصه كتستافد منها شحال من واحد. نتمنى من الله تعجبكم هذه القصه وتستافدوا منها وتكونوا عبره. ونتلاقاو ان شاء الله في قصه اخرى جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.